انا عندي رساله او سؤال، هو سؤال للعيبه النادي الاهلي. انتوا كنتوا ناويين تعملوا ايه في الجماهير؟ هو سؤال وتردوا عليا. انتوا كنتوا ناويين تعملوا ايه في الجماهير؟ يعني ايه انت بتروح على الجون بتاعهم بكميه فرص ملهاش عدد، وفي الاخر ما بتجيبش ولا هدف؟ يعني اعجلوا الكلمه، اعجلوا الكلمه فعلا. يعني ازاي معلش يعني. انت حطيت الاول والتاني والتالت وجبت الرابع، تمام، وفي ثلاث اهداف كده، حسبة هدفين ثلاثه جم ورا بعض. ماتش كان ملحمي، ماتش مجنون، ماتش لو محدش بيشجع حد من الفرقتين او بيتفرج من باب ان هو بيتابع ماتشات كاس العالم، هو انبسط بالماتش، مش هنكذب. تمام. طب وجماهير النادي الاهلي وجماهير والناس اللي كانت مستنياك، بص احنا مش هنكذب على بعض. يعني بص كلمتين كده وهنفتح قلبنا في الفيديو ده. ويعني معلش لو هنطول حبتين يعني فيه، بس انت لازم تسمع الكلمتين دول، مهمين جدا. الاهلي ضيع من قدامه فرصه انتر ميامي. يعني قول انت كده كده كنت هتخسر من بالميراس، فماشي، ما كنتش حاطط امل عليه، بس ولا ان انت حتى ممكن تتعادل. تمام، بس انت ضيعت فوز انتر ميامي، يعني انت قاعد 3 نقط. وحتى لو خسرت من بالميراس مش مشكله، يا اخي تعادل قدام بورتو. يا اخي انت كسبت بورتو، حلو. يعني حتى انت كنت على وشك انك تكسب بورتو، وبسبب كميه الفرص اللي ضايعه وشغل لا يقال عليه غير شغل. يعني انا مش عارف اشتم، انا جوايا كميه الفاظ زباله. يعني فعلا الواحد وهو بيحضر ماتش كان نفسه يفتح لايف رياكشن كده ويشوف، يعني شوف يتفرج بعدين على نفسه وهو بيشوف ردة فعله على اللعيبه دي هي بتعمل ايه. انت بتعمل ايه؟ اشرف بن شرقي، انت بتعمل ايه؟ خليت كل الناس صدقت على قرار ريفيرو ان هو ما يلعبكش. انت عندك مساحات، يمكن مساحات اكبر من المساحات اللي في ظهر ارنولد بتاع ريال مدريد، حرفيا مساحات اكتر من اللي في ظهره. تخليك والله العظيم انت خليك هداف كاس العالم من ماتش. غير بن شرقي، محمد هاني، ايه يا محمد هاني ده؟ ايه يا محمد هاني ده؟ يعني قول لي بس سؤال، قول لي انت ماسك ايه على اداره النادي الاهلي؟ ماسك ايه عليها؟ يعني ايه انت 10 سنين الباك بتاع النادي مفيش حد جه عليك، واللي بيجي عليك انت لعيب مبخوت، لعيب فعلا مبخوت، يعني بخته عالي. جه عليك اكرم توفيق ما كملش، ما استحملش من كتر الاصابات. جه عليك كريم فؤاد ما استحملش من كتر الاصابات. عمر كمال فين وفين بيلعب، ولما بيلعب في نفس التشكيل اللي انت فيه بيلعب في مركز غير مركزه. يعني ماذا بينك وبين الله يا محمد يا هاني علشان تفضل تلعب في الاهلي 10 سنين؟ 10 سنين عامل 29 اسيست، في ماتش النهارده بيجوا 30 اسيست، برافو. هي باك يمين النادي الاهلي 30 اسيست في 10 سنين، يعني ثلاث اسيستات في الموسم، ولا هي بتتحسب ازاي؟ ده كلام؟ هو ده كلام؟ ده كلام واحد عاجل شايف ان الاهلي نادي بطولات والاهلي نادي كبير واسم وشعبيه وبلا بلا 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 واللي احنا بنردده، وفي الاخر ده الباك اليمين بتاع النادي؟ طيب، خلصنا من محمد هاني والكوارث الدفاعيه، وما ادراك بالكوارث الدفاعيه بتاعت محمد هاني، لا تعد ولا تحصى. بالكوم عبيله واديله، عبيله واديله بالكوم. حسين الشحات، ايه؟ ما تعملش نفسك ميسي. انت ما ختمت اللعبه وكسبت كل حاجه ومالكش نفس تلعب. يعني حسين الشحات عايش حاله غريبه اليومين دول، من ساعه ما الاهلي ابتدى يدعم في الصفقات ويجيب صفقات، ويحس ان حسين ثقته بنفسه اتهزت. هو لا عارف يثبت نفسه في الملعب، وشايف نفسه ان هو اقل من اللعيبه اللي موجوده واقل من الصفقات اللي جت، عشان كده تحس حسين في نوع من فقدان الشغف، على ان هو حاسس نفسه ان هو انا عملت كل حاجه مع الاهلي، انا رحت كاس عالم، انا هدفت في كاس العالم، انا جبت جون، وانا وعملت كنت بطلع نار من بوجي، وبص عملت كل حاجه ممكن تتعمل مع الاهلي، انا عملتها، فخلاص ما عنديش حاجه تانية اقدمها. امشي.
وبجد والله اول الراحلين عن النادي الاهلي هم اتنين، او بعدها هنتكلم في الاسماء اللي وراها، حسين الشحات ومحمد هاني. الجبهه اليمين دي لازم تتفور، تتفور بفنيك، تتغسل كده بفنيك، انه ده مش مستوى، دي مش جبهه تلعب في الاهلي اخر، ولا تلعب في فاركو. يعني يمكن فاركو يحنوا عليهم وياخدوهم سيراميكا الانديه دي، لكن الجبهه اليمين دي تلعب في الاهلي؟ لا لا، مستحيل، ما ينفعش ما ينفعش. طيب، قفشه. يعني ايه محمد هاني لما ربنا هداه وابتدى يهاجم ويظهر قدام، بيبصي لك كرة من ورا عشان تجري عليها، ما بتجريش في اخر الماتش؟ ايه ليه سيادتك ما بتجريش ليه؟ طب بلاش دي، بن شرقي مديك كرة انت والجون. يعني انت لو استعدت ذكريات القضية اللي انت لحد دلوقتي انت موجود في نادي الاهلي عشانها يا قفشه، والله العظيم انت، ما انت ما انت ما جيتش بكوره من 2022 يمكن، على ما اظن، يمكن مش فاكر بالظبط، بس احنا ما شفناش منك كوره من ساعتها. انت قاعد في الاهلي على ذكرى القاضيه، اكتر من كده لا، اكتر من كده مفيش. يعني ايه يعني ايه بن شرقي، بعيد ان هو زفت وخرا، يعني بن شرقي مديك كوره، انت يعني انت مش عارف تستلم، انت مش عارف تستلم الكوره، بتروح وتيجي بين رجليك، انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ في سبرنت لو حد اخد باله في اخر الماتش، مش عارف كان بن شرقي اللي فتحه ولا زيزو، على الناحيه الشمال، تمام. الواد اللي طلع في سبرنت معاه، انا مش فاكر كان مين لعيب الاهلي، طلع في سبرنت معاه، بص على منظر الواد وجع عامل كده، الواد منتهي، الواد بتاع بورتو منتهي. والله بورتو النهارده ما لعبتش، ما جاتش، انت كنت ضاغط بورتو، كان ممكن تكسب بالخمسه والسته وبالسبعه، ده فوق فرص، والله العظيم فرص ما تضيعش. الدفاع شوربه، دفاع الاهلي برضو مع الجبهه اليمين، برضو هنحطه في الجبهه اليمين، مع الجبهه اليمين برضو يتصور في 60,000 داهيه، باستثناء اسمين مثلا. طب يعني الواحد تعب من كتر الكلام، الواحد تعب من كتر الكلام، يعني لعيبه تحرق الدم. الخطيب لو طلع بعد الماتش ده وقع عقوبات، والله العظيم يبقى دكر اقل واجب يتعمل مع اللعيبه دي، يوقع عليها عقوبات وتتغربل بعد البطوله دي. انت ما تصبرش على حد، اللي ينفع يلبس تيشيرت النادي الاهلي يقعد، واللي ما ينفعش يتكل على الله يمشي. في لعيبه كتير ما تستحقش ان هي تبقى في الاهلي. ديانج، قصه ديانج دي غريبه. يعني انت مرجعه من الاحتراف ايا كان، ان شاء الله لو كان محترف في الهلال السوداني، انت مرجع ديانج من بره عشان تخليه خيار رابع؟ يعني هو ده كلام؟ هو ده يصح؟ احسن واحد انت شفته لما نزل عمل ايه؟ افتكاك الكوره اسد، طلوع بالكوره اسد، صلابه دفاعيه ما فيش زيها. لعيبه بورتو كانت بتعاني معاه، لعيبه بورتو بتشوط من بره عشان تحط اهداف. هو بورتو لعب عليك كوره فين؟ معلش، لو بورتو ما لعبش، والله بورتو ما لعب كوره غير في الجون الاول اللي جابه بتاع التعادل، دي اللي فعلا لعب عليك فيها كوره. بعدين بورتو ودي كورنر، صامويل مش عارف مين دخل حطها براسه، والباقيين كله شوط من بره. هو خلاص، هو ايه اللي جيك انت كدفاع الاهلي، انت عامل زحمه في حته معينه، فاللي هو ايه، لا انا لسه هقعد اباصي واعمل والكلام ده كله يا باشا، انتوا الحارس بتاعكم ملط. هو حرفيا، هو اللي عمله بورتو النهارده في الاربع اهداف اللي جابهم، هو بيثبت لك ان الشناوي ملط. الشناوي النهارده ضيع كل اللي عمله في ماتش انتر ميامي. معلش انا واحد يعني انا عن نفسي مش هيفرق معايا اللي عمله في ماتش انتر ميامي، والله ما هيفرق، لاني على كد اللي عمله ميسي في ماتش انتر ميامي، والله ميسي بيلعب على الواقف، ميسي ما لعبش كوره. ميسي كانت الكوره تجيله يا يباصي يا يشوط، ميسي ما في، مش ميسي. يعني انت مش ميسي اللي ايه، اللي كان ممكن فعلا لو حطك في دماغه هو هيعجزك.
فمعلش يعني انت بتلعب ميسي، وهو في نظري مبطل. ميسي بيلعب للرفاهيه، هو مبطل. فانت اللي حصل في ماتش النهارده ده، انت ضيعت بيه ماتش انتر ميامي، وكلكم كلعيبه بلا استثناء يعني ضيعوا الماتش. ايش الناوي ده؟ ايه، ايد مقطوعه؟ طب ايه، ننزل الوكاله نجيب يد صناعي ولا ايه دنيتك؟ لا، ما هو ده مش ده مش اسلوب حارس. انت بتعمل ايه؟ انت شغال مصور؟ شغلوك مصور؟ ما تفوق يا عم لنفسك. الشناوي يعني بص، يعني بصراحه ما بنكدبش عليك. الشناوي لو جاله اي عقد احتراف من السعوديه مشيه. مشيه بدل ما يمشي منك فري وما تستفادش منه. هو مجدد لك سنتين يا عم، طلعه اعاره سنه، او لو جاله عقد شراء مشيه. بلا كابتن النادي الاهلي، بلا مش كابتن النادي الاهلي. انت الاهلي في حاله لازم يغربل كذا لعيب، يمشيهم. كفايه، انت بتجدد دم، انت عملت صفقات جديده. الاهلي لازم يخش الموسم الجديد لاعبين لا غنى عنهم، لا غنى عنهم، ما يفرجوش التشكيل الاساسي بتاعك. محمد علي بن رمضان ربنا يحفظه، صفقه فوق الممتازه. الواد اوروبي، لعيب اوروبي، خامه ممتازه. الواد مش متهم من حد، الواد مش خايف. الواد الدريبلينج بتاعه ممتاز في نص الملعب ووسط زحمه وافتكاك الكوره، وبيروح وبيشوط. الواد ممتاز. واليو ديانج. فانت ما ينفعش تستغنى عن الاثنين دول. دول ما يفرجوش التشكيل الاساسي طول ما بيلعبوا في الاهلي، الا لو حصل اي تقصير منهم، وده نادرا من دي لعيبه عقليتها نظيفه. دول مش مصريين عشان يبقى عقليتهم تحت الصفر، ولا اللعيب فيهم حط جون عايش على ذكراه. قفشه قفشه، هنا مفيش ميسي، في قفشه. فينك يا قفشه؟ هتروح يا قفشه وميسي مكمل. اي زيطه واي هزار. الاهلي كان بيتعامل يعني الاعلام والصحافه والكلام ده كله بيتعامل معاه كانه مصر، منتخب مصر في كاس العالم 2018. فعلا فعلا والله فعلا. انا اول ما شفت حاله الزخم الاعلامي اللي حوالين الاهلي والكلام ده كله، واعلاميين بالكم مسافرين وراه وهنغطي الحدث والكلام ده كله، وده قاعده على مصاطب وبتتكلم وبتقبض فلوس من وراها، ومفيش حد دمه محروق غير المشجع. انا قلت الاهلي مش هيعمل حاجه في البطوله. طول ما الاهلي بيتعامل بالاسلوب ده مش هيعمل حاجه في البطوله. وبالفعل، انت كان بيجي فيك جون بيترد عليك بسرعه، انت ما بتلحقش تفرح بيه. انت نازل متهاب، نازل خايف، نازل متوتر. اللعيبه ما تفهمش، في حاله غريبه في الاهلي. البطوله دي فضحت النادي الاهلي. تقول لي يعني ايه فضحت النادي الاهلي؟ اقول لك يعني ايه. الاهلي من ساعه ما خد التاسعه، تمام، لحد 2025 كسبان افريقيا كام مره؟ 4 مرات. تسعة، العشرة، 11، ال 12. تمام. تمام. حلو خالص. دلوقتي انت، مين فريق في افريقيا عليه القيمه انت قابلته؟ قول لي. الوداد، صن داونز، اكيد مش كايزر تشيفز يعني، اكيد. مش فاهم ده وصل النهائي وقتها كان ساعتها ازاي. انت ما فيش فريق في افريقيا عليه القيمه وتقول انا ليا منافس في افريقيا بكواليتي و و و و وامكانيات وفكر غير سان داونز. فريق اوروبي، لعيبه عقليات اوروبيه. خسر من بروسيا دورتموند، اوكي، حاطط 3 اهداف وكان ممكن يحط الرابع، التعادل، ومش متهاب ولا كانه اجدعها فريق بيلعب في اوروبا.
بعيدا من مستوى بروسيا دورتموند عامل ازاي. ف ليه انت مش زيه؟ إيه اللي ناقصك؟ اداره، عندك اداره من انجح الادارات. ده مش كلامي، ده كلام، ارقام وورق وعقود وحاجات كتير بتتعمل. فانت عندك اداره ناجحه، تمام. عندك فلوس، اهلي مش فقير، اهلي معاه، معاه ومعاه ومعاه. عندك عقود رعايه، عندك حاجات تخليك كل مقومات ان انت تبقى فريق. على الاقل انت لو دخلت في 3 سنين مثلا افريقيا ورا بعض نهائي، تاخد 2، تاخد 2 مرتاح، مش بتعاني. مفيش منافس في افريقيا عليك جه ما قابلته غير صن داونز، مش هنكدب على بعض. وحتى الوداد، وداد مين؟ وداد مين بلا وداد الامه، اهلا. ولا الترجي، انت احسن منهم مليون مره. الكوره في افريقيا تعبانه، علشان كده الاهلي وصن داونز، يعني وخصوصا الاهلي، تمام، هو فارض سيطرته على افريقيا. مش عشان الاهلي قوي، الاهلي اوكي كويس مش وحش، عنده لعيبه حلوين، بس الاهلي لما لعب فرق، بس فرق، مش هقول لك يعني بالميراس وبورتو في اسوأ مواسمه. انت بتلعب بورتو في اسوأ مواسمه، ما عرفتش تكسبه. بورتو خلصانه ومنتهي قدامك، انت ما عرفتش تكسبه. هي انا جبت 4 اهداف في فريق اوروبي، هي. طب وبعدين؟ وبعد ما يا اخي اكسب وما تصعدش، يا اخي كنت كسبت وما صعدتش مش مشكله. ده هم وخلصانين وميتين اتعادلوا معاك، وانت مضيع فرص بالكون. انتر ميامي اللي يعني انتر ميامي فعلا مفاجاه المجموعه. مين كان اشد المتفائلين ما كانش متوقع ان انتر ميامي يصعد في المجموعه دي؟ صح ولا غلط؟ وكلامي صح. انتر ميامي مين اللي كان يصعد في المجموعه دي؟ كل الناس قالت المجموعه دي يصعد منها بورتو، والمتفائلين والاهلي وحاطين امل كبير قالوا بورتو والاهلي، او بورتو بالميراس والاهلي يجي ثالث. ما كانش حد متوقع انتر ميامي دي خالص خالص. انتر ميامي فريق لسه معمول 2018، بص عامل ايه. لحد دقيقه 87 كان كسبان بالميراس 2-1. انت متخيل؟ ده حط فيه الاول وحط فيه الثاني، يعني كان متقدم 2-0، بعدين بالميراس حط الجون وحط التعادل. انت كنت فين؟ انت بتعمل ايه؟ انت كنت على الناحيه الثانيه بتضيع فرص بالكوم. ما تلومش غير نفسك يا سيدي. ما حدش كان طالب منك تصعد، انت كان عندك امل في ان تصعد، ما حدش كان طالب منك انك تصعد. بس على الاقل العب كوره حلوه، ما تضيعش فرص، اكسر ارقام، اعمل حاجه مميزه في البطوله الناس تفتكرك بيها. وضح ان اسم النادي الاهلي ده حتى لو بيمر بكبوه بس هو نادي كبير. ترجع بعدين اهو، دي بقى اللي احنا بتحصل معانا ايه بعد كل كاس عالم، نرجع الدوري، تمام، يلا يا دوبنا ناخد فتره الراحه، نبدا الدوري، يلا دور ال 32 دوري ابطال افريقيا، هنروح نلاعب ابو الجود المغربي، تمام، نكسبها ونخش بقى ايه، نخش دور مجموعات، او بقى نصعد دور مجموعات بقى زي ما تيجي على طول بقى، مش مهم. كرة في افريقيا، انا مش من اشد متابعين الكرة في افريقيا، وما احبش ان انا اتفرج عليها. والواحد لو كان بيتكلم على اهلي الفيديوهات الفتره دي فعشان حدث مهم كاس العالم شغال مش اكتر. تروح بعدين تلعب مين؟ سيراميكا وفاركو وطلائع الجيش والفرق دي، صح؟ وبتروجيت والاسماعيلي اللي هو ميت ليه كذا سنه، وتكسب والناس تسقف لك وهي بطل الدوري. بس هنفضل لحد امتى احنا في الصوره دي؟ امتى هنطلع من عنق الزجاجه بتاعت انا معايا 45 دوري على مش عارف كام كاس؟ امتى؟
امتى خلاص اعمل حاجه مميزه. انت عندك كل الامكانيات، او لو مش كل، عندك 70 80% من امكانياتك تؤهلك انك تتعامل معامله فريق اوروبي. بس اللي اتضح حاجه مهمه، ان حتى لو انت عندك كل المقومات دي، انت ينقصك اهم شيء، ده. ولو مفيش ده عند اللعيبه قبل الاداره والجهاز الفني، انت مش هتعرف تعمل اي حاجه. لو معاك ملايين الدنيا مش هتعرف تعمل اي حاجه. طولت عليكم، ولكن ده كان رايي في الاهلي، وده كان رايي في البطوله عموما. ان شاء الله اهم الماتشات بعدين باذن الله في بطوله كاس العالم للادويه، هنحللها او هنتكلم عليها هنا في القناه. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتابعني عشان يوصلك كل جديد. سلام.